هذه سالفة هي طال عمار في الشمال، وهي الاثنين اخوان، واحد الله رزقه ب6 عيال، والثاني رزقه الله ب6 بنات وولد. بعد ما توفوا قرروا العيال ال6 انهم يتزوجون بنات عمهم ال6. تزوجوا، وكان اخير بنات ال6 الله ميسر عليه بالمال وعنده خير، ومن اول يتسابقون على الخيل وعلى الهجن، ويتسابقون على جيرهم، ويتزارقون بالرمح وكل العلوم الرجال، ويتقافزون بالخطوة. فقام وتحدى واحد من عيال عمه وحطوه حفرة، قالوا اللي يقفز الحفرة نقفزها، عليك خروف، واللي ما يقفزها عليه، واللي يقفزها ما يلحق الشيء. افتحدى ولد عمه وتقافزوا، وقفز ولد عمه وهو طاح في الحفرة، حفرة صغيرة ما هي، وقام وعشاهم خروف. جاء اليوم الثاني وتحدى ولد عمه الآخر، وبالفعل تحداه وقفز ولد عمه وهو طاح في الحفرة وتحمل خروف وعشاهم عليه إلين خلصوا ال6 وهم كلهم فازوا عليه. جاء اليوم السابع إلا وخواتهم مجتمعين وجايينه والدمعة في عينهم، سلامة ليش؟ قالوا زواجنا يضحكون عليك، يقولون ما فزت على واحد منهم، وانت زي ما تقول كانهم ضاحكين عليك وكل يوم يحملونك خروف. فقال لي خلاص ابشروا بساعدكم، وان شاء الله تشوفون ما يسركم. جاء اليوم اللي بعدها ودعا عيال عمه، قال اليوم انا بتحداكم. قالوا ايش؟ قال التحدى في الحفرة. قالوا التحدى انا ما كفاك اللي قبل الهزايم الاولى. قال لا بيجوا تحداكم اليوم كلهم. قالوا توكل على الله. قالوا وعلي كل واحد منكم خروف اللي يفوز عليه، واللي ينهزم عليه خروف. قالوا تم. ومسك طال عمار وحط له حفرة أكبر من الحفرة حقت الأيام الأولى. فضحكوا، قالوا ما قدرت في الحفرة الأولى تقدر في هذه؟ قال هذا التحدي. وابدوا انت. كل ما انقفز طاح في الحفرة، حفرة كبيرة، ومثل ما قلنا لكم ما هي بعميقة، لكن وبعد ما كلهم طاحوا ما حد قدر، قام وخذ رمحه وخذ سيفه ولبسها، يعني زود حمله، وجرى وقفز وتعداها. يوم تعداها التفت لهم، قال اول شيء قال ها ايش تشوفون؟ قال ها مسموحين. ولين خواته يتبسمون، فيقول اطيح في حفرة الصبيان عامد، ولا لي في الربح مطمع ونيشان. أطيح في حفرة الصبيان عامد، ولا لي في الربح مطمع ونيشان. أشوم من رضع ديد معايا، أعشيهن عشاذيبا وسرحان. وشوم الرمح للرته تسند، حفايض يا عرب عن كل دوشان. جلس الدوشان اللي هم جمع الدويش الغير. فداروا خواته يوم يقول أشوم من رضع ديد معايا، يقصد خواته، أعشيهن عشاذيبا وسرحان. هذا الرجال يتعمد انه ينهزم وانه يطيح عشان يعشيهم، لانه رجال ميسر ربي عليه، ولا بيحسهم انه يتفضل او شيء. فجعلت هذه مسابقه وصار يخسر متعمد، فعرفوا شيمته وعرفوا سموه واخلاقه. فشوفوا كيف تعامله، كيف لطفه مع اخواته في ابسط الامور. هذا الشيء المفروض نهتم الواحد. الاخوات دائما يلتجئون للاخ، بالذات في غياب الاب، لو بالكلمه مع اخوات، لو بالفعل، لو بالعطاء، ولو هو بسيط، ترى يستوي خطرهم شيء. صحيح، والله يدوم لهم بقل شيء. نعم. والله يوفقكم جميعا. صح الله لسانك على الابيات الطيبه يا ابو حمزه. الله حالك.